السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتاتي الراقيات الغاليات الوريضات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. واش وصلتي ل 30 عام وكتحسي بلي حياتك واقفة؟ وماشي ضروري يكون عندك غير 30 عام، تقدر تكون عندك 40 عام، تقدر تكون عندك 50 عام. وهذا الرقم هذا كيبان للبعض بحال شي حاجز، وكيبدا يدور في بالك واحد السؤال واحد لكل مره كيطيح في بالك. تيقدر يطيح في بالك في الليل ويطير عليك النعاس، وتبقي كل مره تسولي راسك وتقولي انا اشنو درت في حياتي؟ انا هذا العمر كله اللي داز من حياتي اشنو حققت فيه؟ اشنو درت فيه؟ لياش وصلت؟ اشنو هما الاحلام اللي قدرت انني نوصل لهم، الاهداف؟ كتقدري تلقاي راسك انك ما درتي والو. 30 عام عندك وانتي ما درتي والو، ما درتي حتى شي هدف، ما وصلتي لحتى شي نتيجه. العام اللي جا باقا انتي هي انتي، وكتشوفي الناس اللي دايرين بيك، هادي شرات طوموبيل، هادي دارت مشروعها، هادي دارت دارها، هادي دارت فراش، هادي شرات الذهب، وانتي كتحسي براسك باقا في بلاصتك وبزطامك فيه زيرو درهم. ما عندك لا وراك ولا قدامك ولا مخبيه، ولا عندك امان مالي ولا ذهب ولا حتى شي حاجه، والو، ما عندك والو. تقدري تلقاي ان راسك انك بغيتي تشري غير جلابه، ولا بغيتي ديري جلابه ما عندكش في الفلوس. تقدري تلقاي راسك انك بغيتي غير تشري دواء، ولا بغيتي تمشي عند الطبيب ما عندكش فلوس. وتقدري تمشي تشوفي راسك في المرايه وتقولي شنو درت في هذا العمر كامل؟ الا حسيتي بهذا الاحساس فراه هذا الفيديو ليك، خليك معايا، لانني متاكده ان هذا الفيديو هذا غادي تستافدي منه، غادي توعاي وغادي ديري عقلك، غادي تغير حياتك ان شاء الله للافضل، وغادي تقلب ان شاء الله 180 درجه. قبل خواتاتي كنتمنى انكم تدعموا الفيديو بلي لايك ديالكم، بالتعاليق فضلا وليس امرا، واللي مازال ما اشتركتش في القناه كنتمنى انها تشترك وتفعل زر الجرس وتنضم لينا. مرحبا بكم والف مرحبا ومرحبا، وكنرحب بجميع الاخوات الجدد اللي انضموا للقناه ديالي. كنبغي نقول لكم راكم نورتوني وشرفتوني، ليا الشرف اننا نكونوا مع بعضياتنا. خواتاتي الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم راه مهم، اللي هو اللي كينجح المحتوى، هو اللي كيطلع الفيديو، وبلا بكم خواتاتي راني ما نقدر ندير والو لا يخطيكم عليا. ودابا خليونا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. اول حاجه خاصنا نتفاهموا عليها هي ان هذا الشعور او هذا الاحساس اللي كتحسي به نتيا راه عادي، ولكن ماشي ديما حقيقي. السوشيال ميديا واليوتيوب والتيك توك وهاد المنصات كاملين وراتنا غير النهايات السعيدة، ما وراتناش البدايات الصعبة. 30 ولا 40 راه ماشي نهاية الوقت، بالعكس هو السن فين كيكون عندك العقل باش تسيري الفلوس احسن من كي كنتي، احسن من كي كنتي فاش كانت عندك 20. وخاصك تعرفي ان شحال من واحد نجح على 20 عام، وكاينه اللي تبدلت حياتها كامله من بعد 40 ولا 50 عام. المشكل الحقيقي ماشي انك انت تاخرتي ولا تعطلتي، لا، المشكل هو انك تبقي في بلاصتك وتبقي كتقارني راسك بناس، وتوقفي وتبقي كتشوفي وكتفرجي وما كديري حتى شي حاجه. لان انت دابا اهم حاجه خاصك تعرفيها ان انت دابا في هذا السن هذا اللي هو 30 عام ولا 40 عام راه ولات عندك تجربه ولا عندك وعي. 30 عام يعني عرفتي شنو كيضرك وشنو كينفعك، شنو اللي خاصك ديري، شنو اللي ما خاصكش ديري. غادي تكوني تعرفتي على الاخطاء اللي ما خاصكش باقي نهائيا انك ديريهم، عرفتي الناس اللي خاصهم يبعدوا عليك وتبعدي عليهم، وعرفتي ان الفلوس ما كتجيش بضربه واحده وما كتجيش بالساهل، ولكن بخطوات صغيره يوميه. فإلا كنتي مستعده انك تغيري الوضع ديالك المادي وبغيتي تبداي، ها كيفاش تبداي. اول حاجه هو تصحي علاقتك بالفلوس. كيفاش؟ لان كاينه اللي خدامه وكتلقايها ضاربه سنين ومنين، وكتلقاي راسها ما عندها والو، ما جامعه فلوس، ما دايره حتى شي حاجه، كتصرف على اليمين وعلى اليسار، وهي كتصرف بلا معنى وبلا عقل. كاينه اللي ربت بيت كتجمع واحد البركه، غير كتجمع مثلا واحد 300 درهم ولا 400 درهم ولا 500 درهم، مشات صافي كتمشي تصرف قاوده تقول لك انا يدي متقوبه، انا الفلوس ما تيبقاوش عندي.
حاجة عادية أنهم ما يبقوش عندك، وحاجة عادية ما تستغربيش أنهم يهربوا منك. علاش؟ لأن ما ديراش واحد العلاقة بينك وبين الفلوس ما عطيهمش واحد القيمة اللي كيستحقوها. كاينه اللي كتحقر درهم تتقول لك اش غدير لي انا درهم، في حين الا مشيتي عند مول الحانوت وقلتي لي اعطيني شي حاجه وناقصك درهم تيقول لك انا ناقصك درهم. ما تيقولكش المسامح كريم، لا، تيقول لك صافي حتى تجيبيها ليا. ولا شي واحد اخر تيقول لك لا حتى تجيبيها ليا عاد خدي هذيك الحاجه. واش دابا درهم ما ساويه والو؟ واش درهم ما عطيهاش نتيا القيمه، في حين ان الدرهم خاصنا نديروا ليه القيمه. 5 درهم حتى هي راه فلوس، لان درهم اليوم ودرهم غدا راه تبارك الله ما شاء الله راه نقطه بنقطه كيحمل الواد. 5 دراهم اليوم اللي حقرتي و5 دراهم غدا راه واحد 3 سنين ولا 4 سنين راه هذاك راه امان مالي. كاينه اللي ما عندهاش انضباط. المشكل هو ماشي ان خاص ضروري يكون عندي واحد راس مال كبير باش نقول لا، المشكل هو ان ما كاينش انضباط. العيالات ما كيتعلموش الانضباط، ما كتعلمش انها تقول لا المصاريف اللي ما عندها حتى شي معنى. المصاريف والحوايج والامور اللي الا كاع شريتي وخسرتي فيهم الفلوس كتلقاي راسك انهم ما زادوك والو، ولكن نقصوا لك من بزطامك الفلوس، طاروا لك من بزطامك، طاروا لك من جيبك وما درتي حتى شي حاجه والو. هذه اول حاجه، هو انك تصحي علاقتك بالفلوس وتعرفي القيمه ديالهم. تاني حاجه هو انك ديري مشروع. بزاف كيسولوني بغيت ندير مشروع وما عنديش الفلوس. في القناه القديمه بزاف تاع التعاليق تقول لك انا بغيت نبدا مشروع ولكن ما عنديش، واش انا نبدا في هذا السن؟ احسن استثمار خليني من السن راه غير رقم ما عنده علاقه. اللي عنده علاقه هو العجز ديالك والتسويف ديالك والعجز ديالك، وتتبقاي تقولي انا ما قادراش، اويلي انا حتى لهاد العمر عاد بغيت ندير ونفعل ونترك. لا صافي مشى الحال. انتي اللي بغيتي انه يمشي الحال، انتي اللي كتقنعي راسك وتتقولي انه ما مشاش الحال. مادام انك انتي فيك روح، مادام انك كتنفسي فراكي قادره ديري العجب المتعجب، قادره تزيدي براسك للقدام، قادره تطوري راسك، قادره انك ديري الفلوس، قادره انك تطلي في راسك، قادره ديري بزاف ديال الامور. السن ما عنده علاقه، انتي العقليه ديالك هي اللي عندها علاقه. وخاصك تعرفي انه احسن استثمار هو انتي. ما عندكش فاش استثمري في راسك. انتي اكبر استثمار وانتي احسن استثمار. انتي قادره انك تعلمي مهاره، انتي قادره انك تدخلي الفلوس من الدار. ماشي ضروري انك تخرجي وتخدمي في شي بيرو. تقدري يكون البيرو ديالك هو الكوزينه ديالك اللي كتضلي فيها. اشنو كتعرفي ديري؟ كتعرفي طيبي من دارك، كتعرفي المونتاج ديري المونتاج، كتعرفي ديري صناعه المحتوى ديريها، كتعرفي التجاره الالكترونيه ديريها، كتعرفي واحد الحرفه يدويه سواء طرز سواء خياطه ديريها. الفلوس راه كتمشي عند الناس اللي كيعرفوا يديروا شي حاجه. واي وحده دابا كتسمع ليا انا متاكده انها عندها هوايه، انا متاكده ان عندها ميول لشي حاجه، انا متاكده انها كتعرف دير واحد الحاجه عزيز عليها شي حاجه، سواء الطياب، سواء انها تبدع، سواء انها تقري، سواء كل وحده سبحان الله كتميز بواحد الحاجه. انت فاشنو كتميزي؟ راه هذيك الحاجه اللي كتميزي فيها وكتعرفي ديريها قادره بالعقل ديالك اللي عطاك الله ياك انك تدخلي بها الفلوس. يعني ماشي ضروري انك تكوني قاريه باش انك تخدمي على راسك. تقدري تخدمي على راسك من دارك كيف قلت لك بداكشي اللي كتعرفي، غير انت داكشي اللي كتعرفي. وشحال من وحده ما كانت انا دازو معايا اخوات وعاودوا لي ان ما كانت تعرف دير حتى شي حاجه، وبحال هذيك الاخت اللي كنت دوزت القصه ديالها في القناه الاخرى اللي ما كانت تعرف دير والو، ولكن عندها واحد الهدف وراه حققاته ومشات هزت التليفون ديالها واستغلاته وتعلمت منه. تقدري تتعلمي من التليفون، تقدري تبداي من التليفون وتعلمي وتطوري راسك وتدخلي الفلوس. حتى شي وحده ما حسن منك. وهادوك العيالات اللي كتشوفهم انهم خدامين عندهم الفلوس رايحين خدموا العقل ديالهم. هذا علاش خدمي العقل ديالك واي حاجه كتعرفي ديريها. الفلوس كتمشي لعند الناس اللي كيعرفوا يديروا شي حاجه. ثالث حاجه ولا ثالث قاعده هو ديال 10%.
وهاد العشرة في المية سواء كنتي امرأة عاملة سواء كنتي ربة بيت. إلا كنتي امرأة عاملة فعشرة في المية دائما عودي حيديها من هذيك الخلصة ديالك. أقل حاجة هو 10%. أما انتي بإمكانك تنقول 10%، يعني مثلا إلا كنتي انتي اللي منك كل شيء، يعني انتي اللي كديري كل شيء، المصاريف المسؤوليات ديال الوليدات ديال الدار ولا هز عائلتك ولا المهم هذوك الفلوس ما خاصهمش يمشيو كاملين. يعني هذيك الشهريه ديالك اللي كتشدي نتيا ولا الخلصه ديالك ما خاصكيش ترتقيها كامله، ضروري ما تخبي منها واحد النسبه ولو تكون 10%. 10% وانتي امراه عامله راه ما يمكنش انك اصلا ديري 10%، خاصك ديري كتر. والا كنتي ربة بيت فديري 10%. مثلا ربة بيت يعني ما خدامه، ما عندك صنعه، ما دير شي حاجه، مثلا كنتي كتشدي الفلوس ديال المصروف. مثلا هذا الراجل مثلا كيعطيك مثلا غير مثلا تيعطيك 50 درهم في النهار، مثلا 50 درهم في النهار. 10% اشنا هي؟ هو تحيدي 10 دراهم. هذيك 50 درهم انا كيعطيها ليا نحيد منها 10 دراهم، ما كنخليش حتى الاخر عاد انا كنشيط 10 دراهم لان ما غاديش تشط من طبيعه الحال. لا، خاصك انت تعرفي كيفاش تسيطري على الفلوس وتكوني واحد الانسانه مقتصده وكتقدر انها توفر. تهزي من هذيك 50 درهم 10 دراهم هي الاولى، هذيك صافي كتحط في بلاصتها، يا اما في حصاله يا اما في شي بلاصه كتخبي فيها انت الفلوس. فهمتيني؟ مثلا عاوتاني كيعطيك 100 درهم، 100 درهم غادي تحيدي منها 20 درهم. مثلا هذيك 20 درهم هي 10%، هذيك 20 درهم غادي تحيديها غادي تمشي تخبى، وهكذا. يعني سواء كنتي امرأة عاملة سواء كنتي ربة بيت ضروري هذيك 10%. ثقي بي، انا متاكده ان بزاف تاع الاخوات دابا تيقولوا كيفاش 10%؟ هذا واحد المبلغ بسيط، اش غتقدر دير لي 10 دراهم في النهار؟ راه 10 دراهم ولا 20 درهم راه والو. لا العزيزه ديالي، كيف ما قلنا راه نقطه بنقطه كيحمل الواد. بدا يتحدي من هذيك 10 دراهم، من هذيك 10%، وخبيها ونسايها. المهم هو انك ما تحقريهاش كما بغات تكون، سواء درهم سواء 5 دراهم سواء 10 دراهم، اللي كان ما تحقريش. 10 دراهم اليوم و10 دراهم غدا، ديري عمليه حسابيه شحال غتجيك في الشهر. ولا الا كنتي كتقتصدي وتديري 20 درهم في النهار ولا ديري تحدي ولا قرعه ولا شنو وكتخبي هذاك الشيء وكتنساي، يعني صافي ما كتهزيش منه. ماشي انا تنجلس كنجمع واحد المبلغ مثلا واحد 500 درهم ولا 1000 درهم وتنبقى تنبلق في عينيا وتنقرق في عينيا وتنقول تندير لها البلاصه صافي جالسه كنخطط ليها فين غادي تمشي، من طبيعه الحال غادي تمشي. ولكن الا بقيتي كتبني هاد العاده هادي ديال انني نحيد 10 ديال 10% ونخبيها وننساها، راه هاد العاده هادي هي اللي غادي تبني لك الامان المادي من هنا للقدام. ما تنهضرش انا على من هنا للغدا، ما تنهضرش انا من هنا للشهر الجاي ولا العام الجاي، لا من هنا للقدام. راكي قادره انك توصلي عليها لا قدر الله، سواء في شي حاجه زوينه تاع الفرح وتلقايها، سواء في شي حاجه خايبه. حنا في الحياه معرضين، ماشي كاينين الحوايج الزوينين والمسرات والافراح، كاينين بعض المرات تكون عمليه على غفله، بعض المرات تكون مرض، بعض المرات تمرضي، بعض المرات تبغي الدواء، بعض المرات ولدك تحتاج شي حاجه ولا تبغي تزوجي ولا تبغي تزوجي بنتك ولا شي حاجه اللي زوينه ولا تبغيو يقراو على برا، كتلقي هذوك الفلوس. ماشي نتيا ما عندك والو وكتحتاجي المبلغ بسيط، يعني كتبغي ديري شي مثلا شي تحليله ولا كتبغي ديري تتولي هازه كريدي ولا كتبقاي نتيا كتطلبي وتترغبي في عباد الله، واللي يسلفك شي حاجه اليوم يبقى كيعايرك بها غدا. وكاينه اللي عندها عزه النفس ما كترضاش، وكاينه اللي راجلها ما تيبغيش اصلا هو يعطيها لا فلوس، ما تيعطيها لا دير جلابه، ما يعطيها تشري الحوايج، ما يعطيها تمشي عند الطبيب، ما اخواتي عاودوا لي هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. كاينه اللي جالسه مع راجلها ما يقدرش يعطيها فلوس الدواء، كاينه اللي تبغي تحليله وتبغي تدوز ويقول لها علاش تبغي تدوزي، راه بخير انت ما مريضه ما حتى شي حاجه، وإذا تقول لك انا مريضه والصحه عندها شي ثمن، علاش انا غادي نبقى تنبكي ونشكي ونبقى كنطلب انا في اللي يسوى واللي ما يسواش؟ علاش؟ لانني محتاجه مثلا نشري دواء ولا محتاجه انني ندوز ولا محتاجه انا واحد الحاجه بغيت نشريها مثلا بغيت نفرح بها، ولا بغيت نبقى انا كنطلب في الراجل ونطلب اللي بغاني واللي ما بغاني. وكيف قلت لك اللي عطاك اليوم درهم دائما يبقى كيعيرك به. واحد جوج ثلاثه يقول لك نسيتي خيري، انا اللي داك النهار عطيتك وانا وكان ما انا وكان ما انا. فهمتي اش بغيت نوصل لك؟ يعني ديري عقلك في راسك وعرفي
انك انتي مرة قوية وقادة بقدودك وقادرة ديري اي حاجة بغيتيها وقادرة توصلي لاي هدف الا حطيتيه في راسك. واخيرا نبغي نقول لك العزيزة ديالي الوريضة ديالي ان العمر مجرد رقم والماديات كتمشي وكتجي. المهم هو انك ما تبقيش انت جالسه كتلومي في راسك. نوضي، واش هذاك الشيء اللي بتبقي كتلومي في راسك اش غادي يفيدك؟ غادي غير يمرضك. لا العزيزه ديالي، نوضي، تعلمي، خططي. راه كاينين النساء بداو من الصفر في 40 عام و50 عام ونجحوا. وحتى نتيا الا بديتي سواء عندك 30 سواء عندك 40، راه كيف قلت لك الا بديتي وانت عندك 30، 30 هي السن ديال الحكمه، وانك عارفه اش بغيتي ديري وعارفه الهدف ديالك مزيان ومستافده من الاخطاء ديالك. توكلي على الله وبداي بشي حاجه بسيطه اليوم. واشنا يا اختي حياه هذه الحاجه البسيطه؟ البسيطه هو انك تجلسي تعرفي اشنو بغيتي، تعرفي الهدف ديالك وتخططي ليه. وتقدري اليوم تخرجي لاله وتشري الحصاله وترمي فيها شي درهم ولا 2 دراهم الا عندك، ولا ما عندكش طلبي ولدك الصغير اللي تيبغي يشري بها السقاده قولي ولدي عطيني شي درهم ولا بنيتي عطيني شي درهم ولوحيها في هذيك الحصاله. وهكذا وانتي غاديه ان شاء الله تتعمر الحصاله وتعمر لك الحصاله الاخرى وتلقي راسك انك جمعتي واحد شويه من مبلغ بسيط اللي كنتي نتيا كتحقريه. واليوم على غدا حتى ولا داك المبلغ بسيط مبلغ اللي مهم وقادره انك ديري به شحال من حلم وشحال من هدف. وفكرتيني هذيك الحصاله حطها فم الباب، قولي لراجلك ما يدخلش الا ما رمى لك 5 دراهم ولا 10 دراهم. زعما 5 دراهم زعما راه اضعف زعما سميتو. قولي حط لك شي 10 دراهم فيها ولا 20 درهم، قولي يلا ما تدخلش الا ما حطيتي. تضحك معاكم الاخوات. والله الا فكره مزيانه، تحطي الحصاله في بلاصه اللي باينه، فهمتيني، باش تعودي تلوحي فيها وما تديرهاش في شي بلاصه اللي غابره ما تشوفيهاش تلقاي راسك انك انت نسيتيها. غنحطها في شي بلاصه باينه نوليو بحال الطلابه، رميها بنيتي رميها وليدي رميها راجلي اللي جاي لوح في الحصاله. ايوا البنات خواتاتي هذه هي طريقه، وحنا بغينا نضحكوا شويه. وانتي قادره ديري حصاله، قادره ديري واحد البليصه اللي كتجمعي فيها، قادره مثلا عندك مثلا كنتي خدامه تقدري تحلي كونط في البنكه. يعني اي طريقه. شوفي انتي الطرق اللي مسلكينك. المهم لاله هو انك تنوضي تقعدي وتحزمي وتنوضي راسك وتفكري وتخططي وتعرفي كيفاش غادي تدخلي الفلوس. ما تبقيش تقولي انا ما عنديش، انا عندي 0 درهم، انا وصلت لهذا العمر ما عنديش، انا ما عندي دابكي العيالات، انا ما عنديش لا بزينه، انا ما قادره نشري راسي. نوضي. واش هاد البكا والشكا اللي كديري باش اشنو استفدتي منه؟ والو، راه شيتي زيتي مرضك وصافي. نوضي خدمي على راسك. وحتى لهنا خواتاتي غنكون ساليت الفيديو ديالي، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه. ما تنساونيش خواتاتي من لايكات وقولوا لي واش نتوما مع التوفير ومع ان المراه خاص يكون عندها الفلوس ولا لا. خليو لي التعليق ديالكم والراي ديالكم ضروري. غنقرا تعليق بالتعليق خواتاتي. وحتى لهنا غنشكرك على الوقت ديالك وعلى المشاهده. نتلاقاو ان شاء الله في موضوع جديد وفيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كانت معكم اختكم حياة الحكيمي من قناتي على اليوتيوب.